انت شيعي رأسا بدون مقدمات. شنو انت شيعي؟ مسلم افتهمنا، شلون عرفت انا شيعي؟ بالفاتيكان اتذكر رحنا دخلنا تور الفاتيكان، طبعا اصغر دولة بالعالم. نعم. مترو كيلومتر ونص بكيلومتر ونص في احد ضواحي روما، دولة واحدة مستقلة بها محبط طائرات. فالتحفة فنية غريبة. أنا مهتم من زمان بقراءة تاريخ الأديان والحضارات، فرحت بها مكتبة كارثية. نعم. كل المخطوطات، مئات الآلاف، ملايين الكتب. فطبيت على السريع تور وطلعت، صار وقت الصلاة، كان يا مجموعة أطباء، الباحة مالتها ساحة كلش كبيرة، زين، ما ندل القبلة وين. قلت لهم كون أصلي. 2009 تعرف المحتلين الأمريكان بعدهم عندنا بالعراق، وإحنا بعدنا موصومين إرهابيين المسلمين. فالأطباء قالوا حجي احنا ما نروح، لانه هذا تحدي لهم. بالفاتيكان وصلي متوازين يتاخر. قلت لهم والله ليش؟ قالوا عيب منهم. قلت لهم والله عيب من سبحانه وتعالى. الله. ايوه والله. طلعت التليفون مالتي، شفت القبله، توجهت لله، عافوني، تخلوا عني راسي. عافوني. صليت اثناء الصلاه احس اكو واحد وقف فوق راسي، شلون الكاسبر يعني، شلون الشبح لابس ابيض وابيض. وكملت الصلاه كان يقول لي امين امين. طبعا بالمناسبه امين، كلمه امين احنا نقولها هي مو كلمه عربيه. طبعا مو كلمة عربية، ترجع يونانية الأصل وإلى قصة يعني. قلت له أمين. ضل شاب بالإنجليزي. منين أنت؟ قلت له أنا طبيب وجاي من العراق وجاي أنا أحب تاريخ الحضارات. رأسا قال لي إيه أنت شيعي؟ رأسا بدون مقدمات. شنو أنت شيعي؟ مسلم افتهمنا، شلون عرفت أنا شيعي؟ أنا ابتسمت قلت له شلون عرفت أنا شيعي؟ طريقة صلاتك. أحسن طريقة. زين شلون عرف هو؟ هيش مهتمين هم هنا، لازم نفهم هاي الدراسة بعمق، إنه أنت المقابل كنت تدرسه بعمق. قال لي من طريقة صلاتك. قال لي فتت تور؟ قلت له اي تور فرة تاخذ. قلت له اي فتت؟ قال لي لا ما فتت. قلت له شلون هسه فتت؟ قال لي لا ما فتت. قال لي امشي وراي. شنو امشي وراي؟ قال انا المسؤول هنا، امشي افرك، انت جاي من مكان بعيد من العراق، امشي هناك. والله فتنا بالتور، فوت منا قال ممنوع. قال لي شنو انا المسؤول؟ فوت وصلني المكان هسه متر ونص مترين قال لي روح طب هاي الكتب. قلت له ممنوع. قال لي شنو ممنوع؟ بدي اقول لك انا المسؤول هنا. فتت قلبت الكتب، فد 100 كتاب 200 ما اتذكر، فد مجموعه كبيره يعني، بين عربي بين انجليزي. كتب قديمه، كتب مطبوعه، كتب عاديه يعني، مو شو اسمه، مو نسخ قديمه كلش، بس مطبوعه وخالي. هم عندهم بكل الحضارات موجوده. فتحت قال افتحن. كل هاي الكتب كانت تتكلم على شخص واحد، هو الحسين عليه السلام. الله أكبر. اي والله داخل الفاتيكان. فد مفاجاه دمرتني صدق. الحسين اتجاب بالفاتيكان. قلت تعال فهمني شنو القصه. قال شوف احنا ما صارت احداث 2001 احداث سبتمبر، تخيلنا انه الاسلام راح ينتهي. طبعا انا وجهه نظري وكاتبها بكتبي انها مؤامره كذا بامريكا سوتها. واضح ذول يعني فعلا الشيطان الاكبر. الامريكان فعلا الشيطان الاكبر، يعني الشيطان يتعلم منهم. المهم رادوا يدمرون الاسلام. يقول تفاجئنا شفنا الاسلام بدا ينتشر في اوروبا وفي امريكا بعد الاحداث اكثر. زين. اجينا درسنا كل مذهب على جهه، شفنا انه هذا المذهب الشيعي الشيء الاساسي لبقائه وديمومته عنصر قوته وهذا الجهاد اللي عندكم هو شخص اسمه الحسين. ايوه عذرا بهالكلمه راح اقولها بين قوسين، اني ناقل الكفر ليس بكافر. قال لك الحمد لله انتم اغبياء. ايش نصني يعني هيك الحمد لله الرب انه انت غبي. ليش اغبياء؟ قال انتم ما مستغلين الحسين، لا مستثمرين. الله. ايوه قال لو عندنا قلوب بالدنيا، صدق نقلب بالدنيا، هيك تضحيه عظيمه. انتم مش بيكم ما تعرفون تصدرون، على قولة الماركتينج تسويق، ليش ما تعرفون تسوون؟ بس ايش احكي عن بعد ما تعرفون تسوون. رجعت قلت شنو قصه الحسين؟ التهمه صح. اي بوقتها انا كنت ادرس خطين متوازيه على حساب الشخصي طبعا. دا اكمل دراسات تخصص دقيق بالاسنان، موضوع الزراعه مال الاسنان. بنفس الوقت انا قلت بعد رايح لامريكا والاوروبا والمقرات على جامعه كاليفورنيا هذا الكلام، انه خلي ادرس نفس الوقت تنميه بشريه. كان المداخل علم هنا يعني، انا اتشرف من اوائل اللي دخلوا للعراق، وتخصصت بالليدرشيب، صناعه القاده، شلون تصنع قاده. من اجيت درست القياده والليدرشيب الامريكي. طبعا امريكا في ذاك الوقت بعدين 2011 2012 تصرف سنويا على دورات القياده بالتنميه البشريه حتى نفهم ذول المحتلين شلون يتعاملون. حتى لازم احنا نطور نفسنا. احنا ما تكفي شعارات ترى نظل نقول الموت لامريكا، مو هذا المهم. شلون تعرف تموت القياده الامريكيه وليس الشعب.
لانه شعب ما له علاقه. وشفنا قياده موازيه لها واقوى من عندها. القياده هم يتقشمر بالشعب، والدليل هسه بس عرفوا القضيه الفلسطينيه، الجهاد العظيم مال غزه، شوف شلون طلاب الجامعات انقلبوا لان صارت السوشيال ميديا وصلت لهم. مو هذا موضوعنا. فتصرف سنويا 114 مو مليون، 114 مليار دولار، اكثر من ميزانيتنا، اكثر. اي حتى صاروا قاده. فقلت لهم انتم ايش تتوقعون انه من ذول فعلا يصيرون قاده؟ انا اتوقع. قالوا انت ايش قاعد تقول مستر عتابي؟ قلت لهم والله انا اقول يعني 30-40% يطلعون قاده. قال انت كلش متفائل. قال لا احنا 2% بس من ذول نحتاج. اي والله ما نحتاج الباقي، لانهم اللي يقودون الامم كلها 2%. فمن اجيت نزلت هذا برنامج القياده اللي درسته في كوبنهاجن في الدنمارك ودرسته في كاليفورنيا في امريكا، نزلت على الامام الحسين سلام الله عليه. هو هذا القائد. رجعت شفت اني وين كنت صاعد في مستوى الليفل حديث اللي هو اللي انت ممكن تطور الاسلام، تطور الفكره حتى توصلها للشباب برؤيه حديثه. ونقطه جدا مهمه مع الحفاظ على العقيده والقصه الحقيقيه، ما تغير بيها ولا تلعب بيها، لكن الصوره موجوده بس الاطار غيره. اجيت شفت مع احترامي ومحبتي للناس كلها وللشيوخ، شفتهم بعدهم دي يتكلمون بطريقه قديمه ما عاد تتناسب مع الرؤيه الحديثه للشباب، وخاصة صار الموضوع الإلحاد والاستهانة بالإسلام، والناس انطلقت والناس ما عندها معرفة أو دين قوي بحيث تحافظ على دينها. من أهم مقامات الدين الإسلامي الحسين سلام الله عليه. ألفت كتابي اللي هو علمنا الحسين سلام الله عليه برؤية تنموية نفسية، حللت شخصية الحسين وقلتها ببداية المقدمة. كمان الحسين بالنسبة لي كشيعي وتشرف إمام معصوم مفترض الطاعة، بس ما راح أعامله أبد كمعصوم، عامله كقائد. ليش؟ هاي تجي قصة أخرى بالدنمارك، إنه أنا دا أصدر الكتاب والحمد لله يترجم، صار فترة متأخر للغة الإنجليزية يعني. الحمد لله. عامله كقائد حتى صدر الآخر، لأنه الآخر المسلم وما ملزم هو يعتقد إنه هو معصوم مثل ما نعتقد. هاي عقيدتي، هو مو عقيدتي. فكيف الملحد وكيف المسيحي واليهودي والبوذي لازم نقدم رؤية حديثة، وإذا قدمناه ونجحنا بهذا التقديم ولو فد شيء بسيط، أعتقد راح نغير الكثير من المفاهيم على ديننا. نعم.